السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيخ خالد. ناس كتير بتسأل على الملوخية المجمدة، ما بتعرفش تعملها، بتطلع منها سودة، بتسود منها، مش بتدي النتيجة بتاعت الفريش. لا، جبنا لكم المقادير بتاعتها، الطريقة بتاعتها الصح. هتطلع معاكي خضرة زي ما انت شايفة اهي، بالطشة بتاعتها، شغل فنادق 5 نجوم. مش هتبطلي تعمليها ابدا، وبطريقة سهلة وبتكات بسيطة خالص. تمام، عايزين تعرفوا كل الاسرار دي؟ ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمونا بالشير واللايك. وعايزين نبدأ على طول مع بعض. دي الملوخية بتاعة مطبخ الشيف خالد صانع بيتزا نجوم، اللي أكلها كل المشاهير نجوم الغردقة. تمام، شوفوا اللون عامل ازاي، لون روعة. يلا ما تروحوش بعيد، يلا هنبدأ. معايا هنا كوباية شوربة. تمام، هحط عليها معلقة توم مفرومة، عندي معلقة كزبرة، وعندي نص معلقة شطة حامية، فلفل حامية. هقلبها واسيبها على النار تغلي دقيقتين كده. ومعايا هنا نص كيس ملوخية مجمدة. طبعا ناس كتيرة بتشتكي انها مش بتطلع زي الفريش، لا هنطلعها لكم زي الفريش واحسن. هنبدأ نقلب فيها كده بس. نبدأ نقلب فيها هنا. شوف اللون الاخضر ده هتحافظ عليه ان شاء الله، وهيبقى اللون بتاعها اخضر على طول واحسن من الفريش. طبعا في ناس كتيرة بتسود منها والكلام ده، لا، مع مطبخ الشيف خالد مش هتسود معاكي تاني ابدا. وسهلي على نفسك، لسه هتجيبي وتقرطفي. كده الملوخية كده الملوخية بتاعتنا جاهزة زي ما احنا شايفين، اللون بتاعها زي ما هو. تمام، هنعمل الطشة بتاعتنا دلوقتي. هنجرب كده التقلية اللي جاية مع الكيس بتاع الملوخية، بتيجي جاهزة تومة مع كزبرة. أول مرة هنجربه ونشوفه. كده الطشة بتاعتنا احمرت اهي، ننزل بيها بسم الله. كده الملوخية بتاعتنا جاهزة خالص، نبدأ نغرفها بقى.